نزيدوا مركز التكوين بزرادة اللي حيكون التدشين تاعو عن قريب. يعني بهذه المراكز ما عندنا حتى حجه، لازم نكونوا احنا الجزائريين عندنا حاجه خاصه، احنا نحبوا دائما نكونوا الاولين في كل شيء، ولما بهذه الامكانيات لازم نعاودوا نولوا ان شاء الله فريق مولودية الجزائر او فرق اخرى اللي تمثل في الجزائر على المستوى الافريقي كما في الرياضات الاخرى. لازم نعاودوا نولوا في الالعاب الاولمبيه كما كنا سابقا، نعاودوا نولوا لعهدنا، نعاودوا نولوا نشرفوا الوان هذا البلد العزيز اللي ماتوا عليه الشهداء. واليوم رانا مسميين عليه على الشهيد علي لابوانت اللي هو يعتبر مفخرة لكل الجزائريين. هذا الشهيد اللي قدم رغم سنه الصغير قدم الكثير للثورة الجزائرية، واليوم رانا الحمد لله نتنعموا بالاستقلال في أرضنا في وسط أهلنا بهذا الملعب الكبير. أنا فخور جدا جدا بالملعب، لكني فخور أكثر باسم الملعب اللي اختار الملعب. يعتبر أنا خير الاسم اسم على مسبة. اليوم ça coïncide avec l'anniversaire de l'indépendance وعيد الشباب. ما يخفى لكمش هو توفى شاب وكان شهيد شاب. يعني كل يوم واش رانا نشوفوا يعطيك فخر ويعطيك اعتزاز بالبلد هذه وبالجنسيه الجزائريه. اليوم رانا في تدشين الملعب، راح نشوفوه ونوالفوه وان شاء الله نكون بيان سور اون فا بارتيسيبي في لا كوب دافريك. ان شاء الله احنا مش رايحين نشاركوا باش نشاركوا، لكن رايحين نشاركوا وان شاء الله نروحوا لابعد نقطه واللي يجي من عند ربي مرحبا بها. الجماهير النهائي رانا تكلمنا فيه، النهائي واحد ما يقدر يتكهن فيه. الفريقين فيزو صعاب، فريقين يعرفوا بعضهم بعض، الفريقين كتاب مفتوح، كل فريق يعرف الفريق الاخر، كل واحد راوي يوجد في روحه لهذا اللقاء. يعني راح يكون لقاء كبير بين فريقين كبيرين بيقدموا كل شيء. السنوات الاخيره شباب الوزداد فاز ب4 بطولات، مولودية الجزائر فائز بالبطوله ويبحث عن الكاس، فريق شباب الوزداد متأهل ايضا لكاس افريقيا. يعني فريقين هما بين قوسين الاحسن في الجزائر هذا العام. ان شاء الله انا نظن غدا راح يكون غير لقاء يوم الجمعه بين فريقين، لكن الاهم هو المواصله، هو البحث في افريقيا على نتائج، لاننا كما يقولوا بيناتنا لدها مبروك عليه، لكن في افريقيا لازم نساندوا بعضنا بعض باش نروحوا ابعد نقطه في كاس افريقيا.